فيلمنا بيبدأ من داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة، وبيكون وقت متأخر بالليل، وبنشوف مدير المكان واللي اسمه بول بيكلم ابنه مارتن عشان يطمن عليه هو ووالدته. وبيقول له مارتن إن والدته طول الوقت بشوفها بتتكلم مع حد مش موجود في الحقيقة، وإن حالتها بقت صعبة جدا. وبنعرف إن والدته اسمها صوفي، فبيقول لوالده إنه قدامه ساعة ويتحرك من هنا، وإن شاء الله والدته هتبقى أحسن، وبينهي المكالمة على كده. وبنشوفه بيفتح ملف طبي باسم صوفي، وبنعرف إنها كانت بتتعالج من فترة في مستشفى في كاليفورنيا. وبعد شوية بتوصل إستر المسؤولة عن المكان، وبتسأله إذا كان عايز منها حاجة قبل ما تمشي، فبيطلب منها بول إنها تطفي الأنوار وبعدها تمشي. وفي الوقت اللي بتدون فيه إستر ملاحظتها على شغل اليوم، فجأة النور بيطفي عليها، ولما بتولعه بإيديها بنشوف إن في شيء بيتحرك ناحية الملابس المتعلقة قدامها، لكنها مش بتاخد بالها منه. وبعدها بتروح إستر عشان تطفي أنوار المكان، ولكن فجأة بتشوف خيال لشخص واقف في الضلمة، وبتولع النور عشان تتأكد، فبتلاقيه اختفى. ولما بترجع تطفيه تاني بيظهر الخيال تاني قدامها، وبتترعب إستر من اللي شافته، وبترجع جري البول، واللي بيكون معاه تليفون من مارتن ابنه، وبتقوله إستر إنها شافت شيء موجود في الأوضة اللي جوه. ولما بيسألها إيه اللي تقصده بإنها شافت شيء، فبتقوله إنها كانت بتتخيل مش أكتر، وبتأكد عليه إنه ياخد باله من نفسه وهو خارج. وبنشوف صورة في مكتبه ليه هو وابنه وصوفي زوجته، وفي طريقه عشان يخرج من المكان فجأة بيسمع صوت جاي من الأوضة اللي كانت فيها إستر من شوية، فبيرجع بول عشان يشوف فيه إيه. ولكن فجأة بيلاقي الشيء على هيئة شخص واقف في الضلمة، فبينده عليها وبيكون فاكرها إستر، لكنها مش بترد عليه. وبعدها بيطفي النور عليه، فبيشغله بإشارة من إيده، وبعدها بيحس بالخوف، فبيجري عشان يلحق يخرج. ولكن الشيء ده بيظهر له قدامه تاني في الضلمة، بس بيكون أصابه في رجله، والمرة دي بيفضل يقرب منه لحد لما بيكون واقف قدامه. بس بيلاحظ بول إنه مش بيقدر يتخطى المربع اللي فيه النور، فعشان كده بيجري بول على المكتب بتاعه وبيولع النور، وبيمسك مضرب البيسبول بتاعه عشان يكون مستعد لأي شيء. وفجأة النور بيقطع عليه، ومرة واحدة وبيتسحب بول لفوق. وبعد شوية بنشوفه ظهر تاني وهو غارق في دمه. وبعد مرور فترة على الحادث بنروح لمارتن اللي بيكون مفزوع على صوت برا أوضته، وبيكون مرعوب جدا لما بيلاقي الباب بتاع أوضته اتفتح لوحده. وبعدها بيخرج برا الأوضة عشان يشوف الصوت جاي منين، فبيسمع صوت والدته بتتكلم مع حد في الضلمة، وبيحاول إنه يشوف الشخص ده لكن ما بيكونش ليه أي وجود قدامه. ولكن فجأة بتقف والدته عن الكلام وبتطلب منه يرجع أوضته. وبيسمع مارتن حد بيقوله إحنا آسفين إن كلامنا أيقظك من النوم. وساعتها بيخرج مارتن من الأوضة واحدة واحدة، وبيقف تاني عشان يلتفت ويشوف والدته. ولكن فجأة بيشوف ايدين شيء مرعب ظهرت ورا منه، وده بيخلي مارتن بيجري من الرعب على اوضته، وبيقفل الباب وراه. وبيفضل مارتن متابع الباب بتاع اوضته وعينه عليه، وبيشوف ان أكرة الباب عمالة تتهز وتتحرك وكأن حد بيحاول يفتح عليه الباب، وده بيخلي مارتن ميت من الرعب طول الليل ومش بيعرف ينام. وتاني يوم الصبح بنشوف مارتن بيتعمل له استدعاء ولي أمر بسبب نومه المتكرر في الفصل. وبتوصل بيكا أخته بعد ما طلبوها على التليفون، وبتقول لها إيما المصححة الاجتماعية اللي عينتها المدرسة من يوم وفاة والد مارتن إن مارتن بيعاني من قلة النوم في البيت. وبتقول لها بيكا إنها مش عايشة معاهم في البيت، وإن والدتها بتعاني من اكتئاب حاد وبتمشي بالعلاج، وعشان كده بتفهم إيما ليه مارتن طلب منهم يكلموا أخته بدل والدته. وبتاخد بيكا مارتن من المدرسة وبتمشي. وأول ما بيوصلوا البيت بيطلب مارتن من أخته إنه يبات معاها الليلة، ولكنها بترفض في الأول وبتوافق بعدها. وقبل ما تدخل لبيت والدتها بتسأل بيكا مارتن عن الشخص اللي قال إنه والدته بتفضل تتكلم معاه طول اليوم، فبيقولها دي صديقتها الجديدة واسمها ديانا. وساعتها بيكا بتتسمر لما بتسمع الاسم، وبتلتفت بيكا عشان تتأكد من اللي سمعته من مارتن، وبيأكد عليها نفس الكلام اللي لسه قايله من شوية. وبتقول إنها وهي صغيرة لما والدهم سابهم ومشي كان بيحصل لها نفس الكلام. وبعدها بتفتح والدتهم الباب وبيدخل مارتن عشان ياخد هدومه من البيت، وبيكا بتشد مع والدتها عشان والدتها بطلت تاخد دواء الاكتئاب بتاعها او حتى تعرض نفسها على دكتور تاني. وبنرجع لمارتن واللي فجأة بيسمع صوت باب الحمام اللي جنب اوضته اتفتح لوحده، لكنه مهتمش بيه، ولكنه هو خارج بياخد الفضول انه يبص عليه. ولكن فجأة وبيظهر الشيء ده وبيرعبه، واللي بنعرف ان اسمها ديانا. بتحاول صوفي والدته انها تحاول مع بيكا عشان تسيب مارتن وما تاخدوش يعيش معاها، ولكن بيكا مش بتسمع كلامها، وبتقول لها لما تاخد علاجها وتبطل الهلاوس اللي بتعملها هترجع لها مارتن تاني. وبنشوف صديق بيكا واللي اسمه روبرت، وبيتهمها انها اخدت مارتن علشان تنتقم من والدتها، ولكنها بتقول انه مش فاهم حاجه ولازم يمشي دلوقتي. وبالليل بنشوف بيكا نايمه على السرير، وفجاه بتصحى على صوت بيجي من بره الاوضه بتاعتها. ولما بتقوم وتبص لبره بتشوف في الضلمه خيال شخص واقف عند الباب، وبتكون فاكرها مارتن. لكن اول ما النور بينور الخيال ده بيختفي، وبتترعب بيكا من الخوف. ولما النور بيطفي تاني بتتأكد من وجود الخيال معاها في الأوضة، وفجأة
وبيهجم عليها الشيء ده، ولكنها بتجري على الأزرار بتاعة النور وبتولعه، وبيختفي الخيال تاني في النور. وبيكا بتكون في حالة صدمة وبتسمع صوت جاي من الحمام، وبترفع الستارة بتلاقيه مارتن نايم في البانيو. وتاني يوم الصبح بتوصل إيما المصححة الاجتماعية لحالة مارتن، وتعرف بيكا إن مينفعش تاخد مارتن يعيش معاها إلا بموافقة والدته، لأن والدته هي الوصية عليه. وبتعرفها إن والدتها اشتكت إنك خدت مارتن منها غصب عنها، فبتقولها بيكا إن والدتها بتعاني من مشاكل نفسية ومارتن مش هيكون في أمان معاها. ولكن بتقولها إيما إنها تقدر ترفع دعوة وتثبت فيها إن والدتها مريضة، وساعتها تقدر تكون هي المسؤولة عن مارتن. وبعدها بتاخد إيما مارتن وبتمشي. وبعدها بتلاحظ بيكا وجود خربشة على الأرض تحت السجادة، فبترفع السجادة وبتلاقي إن الخربشة دي هي اسم ديانا. وساعتها بتفتكر اللي حصل لها مع ديانا وهي صغيرة، ولما كانت بترسم رسمة ليها هي ووالدها ووالدتها، وفجأة سمعت صوت حركة حواليها. ولما بتبص وراها مش بتلاقي حد، وفجأة بتلاقي الرسمة بتاعتها اختفت. وبتلاقي فجأة باب الخزانة بتاعها اتفتح لوحده، فبتقرب منه وبتولع النور، وفجأة بتلاقي رسمتها وقعت على الأرض. ولكن بتلاقي إن الرسمة بتاعتها فيها اختلاف عن اللي رسمته. وبتشوف وسط الرسمة إن في رسمة شخصية بينها وبين والدتها، ومكتوب عليها من فوق ديانا. وبتتصل بصديقها روبرت وبتطلب مساعدته، لكنه بيكون منفعل جدا وزعلان عشان طردته امبارح، ولكنها بتقوله إنه هيفهم كل حاجة في وقتها. وبتاخده وبتروح على بيت والدتها، وهناك بتفضل تخبط على الباب لكن محدش بيرد. فبتاخد المفتاح اللي كانت محتفظة بيه في قصرية الزرع، وبتفتح الباب وبتدخل، وبيوزعوا نفسهم عشان يلاقوا والدتها. وبتطلع بيكا الدور اللي فوق وبتدخل أوضة من الأوض، وبتلاقي إن سلك الكهرباء بتاع الكشاف مقطوع، وبتعرف إن ده مكان نوم مارتن. وبتلاقي صورة على الحيطة لوالدتها وهي صغيرة ومعاها بنت تانية في الصورة، ومكتوب على ظهر الصورة صوفيا وديانا من مستشفى هيلارون بكاليفورنيا. وبعدها بتفتح بيكا صندوق خاص بأوراق والدتها، وبتلاقي فيه تسجيل المستشفى اللي كانت فيها صوفي وديانا. وبنسمع في التسجيل إن الدكتور بيقول إن المريضة رقم 83 بتعاني من مرض جلدي نادر بيخليها عندها حساسية من الإضاءة، واسم المريضة دي ديانا. وبيقول الدكتور إن مؤخرا ديانا بقى عندها هوس بمريضة تانية في قسم تاني، والمريضة دي اسمها صوفي. ولما بيواجهها الدكتور بيقول لها إن علاقتها بالمريضة صوفي أثر عليها، وبعد ما كانت صوفي في طريقها للشفاء حالتها اتأخرت تاني. وبعدها بيعملوا اختبار لديانا وبيربطوها في الكرسي وبيعرضوها لإضاءة 1200 واط. وبعدها بنشوف الصور إن النتيجة أظهرت وفاة ديانا من شدة الإضاءة. وبعدها بتجري بيكا على الأوضة بتاعتها وبتشوف الرسمة بتاعتها القديمة، وفجأة باب الأوضة بيتقفل عليها، وبتسمع صوت بيقول لها ابتعدي يا بيكا وما توقفيش بيني وبين صوفيا تاني. وفجأة وبنشوف إن ديانا ظهرت في المكان وبتخنق بيكا من رقبتها، وبتفضل بيكا تنده على صديقها روبرت وبيفتح الباب عليها، وبتختفي بعدها ديانا. وبعدها بيخرجوا بره البيت، وبيكون مع روبرت الصندوق اللي فيه أوراق تخص حالة والدتها وديانا، وبتقول بيكا إن ده الدليل على وجود شبح ديانا. وبيقرروا يروحوا على بيتهم القديم. وفي البيت القديم بنشوف صوفي بتقول لمارتن إنها عارفة إنها كانت مقصرة في حقه الفترة اللي فاتت، وبتوعده إننا النهاردة هنسهر سهرة جميلة مع بعضنا إحنا التلاتة. وبيتصدم مارتن من كلام والدته وبيقول لها يا ريت نكون إحنا الاتنين بس، فبتقول والدته بالليل هنشوف. وبالليل بتقرر صوفي إنها تحكي لمارتن عن ديانا، وبتقول له إن زمان كان ليها صديقة اسمها ديانا، ولكن مارتن كان تركيزه إنه يقوم يولع النور بعد ما طفت والدته. وبتكمل كلامها وبتقول إن ديانا كانت بنت كويسة وما أذتش حد، وإنها هترجع تعيش معانا هنا بس من غير أي أنوار. وفجأة بتظهر ديانا وبتمسك مارتن من راسه، ومن الرعب مارتن بيحاول يتخلص منها وبيجري على النور وبيولعه. وديانا بتضطر إنها تضرب صوفي وبترميها من على الكنبة. وبيخرج مارتن من البيت وبيروح على بيت أخته بيكا. وبعد ما بيحكي لها على اللي حصل بيقول لها إن ديانا حقيقية وإنها حاولت تلمسه. وبعدها بترد عليه بيكا وبتحكي له قصة ديانا من أولها، وبتقول إن والدها كان بيجري أبحاث على ديانا وعلاقتها بصوفي، وإن ديانا عثر عليها مربوطة في قبو بيتهم وكان عندها 13 سنة بعد ما كان حاجزها والدها لأنها كانت بتتلاعب بعقله. وبعدها توفى والدها وانتقلت للمستشفى، وظهر عنها كلام كتير إنها بتتلاعب بعقل اللي قدامها، وقدرت تسيطر على عقل والدتنا في الوقت ده لما كانوا في نفس المستشفى، وإنهم عملوا عليها تجارب كتير لأنها كانت بتخشى الجلوس في الضوء، ولكن كانت النتيجة إنها توفت، وإن والدتنا هي الشيء الوحيد اللي بتحاول صوفي من خلاله إنها ترجع للحياة. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه فجأة بيسمعوا صوت الباب بيخبط، فبتكون فاكرة بيكا إن اللي على الباب ده روبرت وجايب لهم الغدا. ولما بتفتح الباب مش بتلاقي حد، وبتسمع تاني صوت خبط الباب، لكنه بيكون خبط جاي من الباب بتاع الخزانة اللي جوه. وبتبعد مارتن من قدام الباب وبتقرب عشان تفتح الباب، وبتولع نور الخزانة. ولما بتفتح الباب مش بتلاقي حاجة، ولكن فجأة وبتسحب بعدها مارتن تحت السرير وبتلحقه بيكا وبتقدر تخلصه من ايديها. وبعدها بتروح هي ومارتن وروبرت على بيت والدتها، وبتطلب منها انها تفسر لها ازاي ديانا توفت بعد الصورة اللي خدوها مع بعض ايام ما كانوا في المستشفى، ولكنها بترفض ترد عليها.
فبتحاول بيكا تاخد مارتن وتمشي، ولكن مارتن بيرفض انه يمشي معاها وبيقول لها انه ما يقدرش يتخلى عن والدته في الظروف اللي هي فيها. فبتقرر بيكا وروبرت يقعدوا معاهم في البيت، ولكنهم بياخدوا احتياطاتهم وبيشيلوا الستاير وبيولعوا الانوار وبيقيدوا كل الشموع وبيزودوا الكشافات. وبتلاحظ بيكا ان في اوضه مقفول بابها، ولما بتحاول تفتحه ما بيتفتحش، فما بتهتمش وبتمشي. وبيطلب منها مارتن انها تنام جنبه النهارده. فبترجع تطمن على روبرت وتشوف والدتها، فبتخبط على باب اوضتها، ولكن والدتها مش بترد عليها من اول مره وبتعرفها انها هتبات معاها النهارده. فبتفتح الباب وبتكون حالتها صعبه جدا، بتاخد بيكا بالحضن وبتسيبها وبتقفل الباب. وبنعرف انها سابت لها ورقه في ايديها وبتطلب منها انها تساعدها. بتدخل الحمام بيكا تشوف ادويه والدتها لكنها مش بتلاقيها، فبترجع للسرير تاني. وبعد شويه الكهرباء بتفصل، فبتقوم بيكا مفزوعه من النوم وبتحاول تشغل الكشاف بتاعها وبتخرج تطمن على روبرت، لكنها مش بتلاقيه موجود. فبتفتكر انه نزل للبدروم زي ما وعدته من شويه انهم هيتقابلوا هناك، ولكن بنشوف ان روبرت نزل لحديقه البيت عشان يشوف الكهرباء اللي فصلت. وبتنزل بيكا البدروم تدور على روبرت، وفي نفس الوقت ده بيصحى مارتن من النوم مفزوع لما بيلاقي الكهرباء قطعت. بياخد الشمعة بتاعته وبيخرج لبره، ولكنه بيحس بوجود ديانا في المكان، ولما بيلتفت بتختفي منه، ولكن بتسحبه من رجليه وبتخرج بيه بره الأوضة، ولكن بيوجه النور ناحيتها فبتختفي وبتقفل باب الأوضة عليها. وبينزل الكابو عشان يقابل بيكا وبيعرفها اللي حصل معاه، وبينبه عليها متسويش تاني مهما حصل. وبعدها بتوصل ديانا وبتقفل عليهم باب البدروم، وبكده بتوصل ديانا اللي هي عايزاه، إنها تستفرد بصوف لوحدهم وعن طريقها تقدر ترجع تاني للحياة. وبيسمع روبرت صوت استغاثة مارتن وبيكا من البدروم وبيحاول يفتح لهم الباب، لكنه بيسمع صوت حركة حد في المكان، فبيوجه الكشاف بتاعه الناحية التانية لكنه مش بيلاقي حد. وبيرجع عشان يحاول يفتح الباب، فبتظهر ديانا في الضلمة وبتقرب من روبرت، وبتحس بيكا بالخطر اللي فيه روبرت، عشان كده بتطلب منه انه لازم يفضل في النور ويبعد بعيد عن الضلمة. ولكن بتقدر ديانا انها تتمكن منه وبترميه بعيد عن الباب، وبيشغل نور تليفونه فبتختفي على طول. وبيفضل روبرت مرعوب من ديانا، واول ما تليفونه بيطفي بتظهر ديانا وبتضربه تاني، لكنه بيفلت منها وبيقدر يخرج بره البيت. وبيحاول يلحق يركب عربيته، وفجأة بتمسكه ديانا تاني، وقبل ما تأذيه بيشغل نور العربية بتاعته، فبتختفي ديانا وبيركب عربيته وبيهرب من المكان. وبنرجع لبيكا ومارتن اللي الكشاف بتاعهم بتخلص بطاريته، وبتحاول بيكا تتصرف فبتشغل الدفاية وبتحاول تخلي المكان كله إضاءة. وبنروح لصوفي اللي بتخرج من أوضتها عشان تطمن على ولادها، ولكن بتوصل ديانا وبتتكلم معاها صوفي وبتقول لها ان انا حذرتك انك تقربي من ولادي، ولكن ديانا بترفض كلامها. فبتقرر صوفي انها تاخد من علاجها اللي كانت وقفته من فتره، ولكن ديانا بتلحقها وبتضربها قبل ما تاخد منه حاجه، لان اللي بنعرفه ان الدواء ده هو اللي هيخلي ديانا مبقاش ليها سيطره على صوفي. وبنشوف ان بيكا عثرت على كشاف ذات الاشعه البنفسجيه، تطلب من مارتن انه يقعد جنب الدفايه لحد ما تكمل بحث عن مخرج من البدروم، وبعدها ترجع له. واثناء ما بتبحث عن مخرج بتشوف اثار لايدين شخص في المكان، وبعدها بتقدر تشوف رساله كتبتها ديانا على الحيطه وبتقول فيها انهم حبسوها هنا عشان يبعدوها عن صوفي، بالظبط زي ما عمل والدها وحبسها في البدروم. وبنشوف كل المانيكان اللي في المكان متكسر، وفجأة ديانا وبتحاول انها تهرب منها بيكا، ولكن الضوء الازرق مش بيأذي ديانا. وبيوصل مارتن في الوقت المناسب بضوء الكشاف وبيحرقها في ايديها. وبيكا بتعرف مارتن ان الضوء الازرق بيمنع ديانا من الاختفاء، ولو استعملناه مع الضوء العادي هنقدر نقضي عليها. وبيسمعوا صوت حركة ديانا اللي بتطفلهم النور بتاع الدفاية، وبكده بيحس مارتن وبيكا انهم في خطر، وبيفضلوا يندهوا على والدتهم اللي بيكون لسه مغمى عليها. وبيوصل روبرت بالنجدة وبيطلب من الشرطية والشرطي انهم ياخدوا معاهم مصابيح عشان يقدروا يواجهوا ديانا. وبيدخل الشرطي وزميلته لداخل البيت، وبتسمع صوتهم بيكا وبتفضل تستغيث بيهم. بنسمع صوت الشرطي وبيوصلوا لباب البدروم، وفي نفس الوقت بتفوق صوفي وبتقوم عشان تفتح الباب، لكنها بتلاقيه مقفول من بره، فبتحاول تكسر الأكرة. وده في الوقت اللي الشرطة بتقدر توصل فيه لمارتن وبيكا. وبيحس الشرطي بحركة في المطبخ، فبياخد مسدسه الكشاف وبيدخل المطبخ، وبيلاقي ديانا في وشه وبيضرب عليها النار، لكنها بتهجم عليه وبتقتله. وبتسمع صوت الشرطية وتقرب منه، وبتشوف جسمه بيتسحب لجوه المطبخ، وبتروح وراها الشرطية من غير كشاف، وبتحذرها بيكا انها تدخل من غيره، لكنها مش بتسمع لها. وبعدها بتحاول بيكا انها تكسب وقت وتخرج بمارتن لبره البيت، لكن بيقول لها مارتن انه مش هيسيب والدته هنا ويمشي. وبعدها بتظهر الشرطيه كجثه وورا منها ديانا، وبتوجه بيكا الكشاف عليها وبتختفي. وبيوصل روبرت وبتطلب منه ان ياخد مارتن لبره وهي هتدخل لوالدتها. بتتحرك بيكا وبتطلع السلم، تسمع ديانا بتقول لها لو ما بعدتيش عن صوفي هقتلك. بعدها بتظهر من وراها وبتمسكها من رقبتها، لكن بتقدر بيكا تحرق ايديها بالكشاف، وبتحدفها ديانا لبعيد. بعدها بتضربها وبترميها من على السلم، وقبل ما تخلص عليها بتظهر صوفي وبتوجه المسدس على ديانا، وبتقول لها انها نبهت عليها انها ما تاذيش اولادها تاني. وبتقول لها ديانا ان الرصاص مش بيأثر فيا، وعشان كده بتقول لها صوفي لكن موتي هيقضي عليكي. وبتضرب نفسها بالنار وبتموت صوفي وبتموت ديانا، وبتصرخ من الحزن عليها بيكا. وفي اخر الفيلم بتقرر بيكا ومارتن انهم يرجعوا يعيشوا تاني في بيت والدهم ووالدتهم، وبكده بيخلص فيلمنا.
ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة.